حاجه كنا بنقول اخر حاجه ايه هي انواع السولت اللي عندنا. طب فاحنا بيقطع. لا بيقطع ايه، مفيش تقطيع. كده واضح. بيقطع ويجي مرة واحدة. لا لا، اوكي تمام. مفيش تقطيع يا روان، مفيش تقطيع، خلاص بقى لغينا القصه دي. طيب اخر حاجه وقفنا عندها، كنا بنقول ايه هي انواع السولت اللي عندنا. يعني ايه بيقطع برضو. لا كده تمام. طيب يلا بينا. اخر حاجه خدناها كنا بنقول ايه هي انواع السولت، فقلنا ممكن يكون اسيدك، ممكن يكون بيزك، ممكن يكون نيوترال. على حسب ايه يا مستر؟ على حسب ايه نوع الماده او نوع الاسيد والبيز اللي هم شاركوا في تكوينه. فوقفنا عند اخر حاجه اللي هو النيوترال. قلنا النيوترال ده بيجي منين؟ هم؟ النيوترال مصدره ايه؟ سترونج وسترونج او ويك وويك. تمام. سترونج وسترونج ويك سترونج ويك. يعني مثلا لو اسيد خدنا اه وسترونج. لو خدنا كي سي ال، كي سي ال، وسالتك الكي سي ال ده اسيدك ولا بيزك؟ نيوترال يا مستر. ليه بقى نيوترال؟ لان السي ال دي مصدرها الاساسي هو الاتش سي ال، الاسيد اللي اسمه الاتش سي ال. طب والكي مصدرها او جايه من البيزك سبستان اللي اسمها كي او اتش. وانت حافظه وعارفه ان الكي او اتش سترونج بيز، سترونج بيز، والاتش سي ال سترونج اسيد. صح؟ اتش سي ال سترونج اسيد. اوكي، سترونج اسيد، اسيد. جميل. يبقى تاني يا روان، حتى الآن كل اللي احنا اتعلمناه ايه هي انواع السولت. فبنقول بس ثانية. ايه؟ صوت بيقطع. يس. مرة واحدة عندي طلعت ودخلت تاني. طلعت منين لا قطع. أنا التليفون عندي بتاع مرة واحدة. طيب ثواني، مش النت عارف. عندي مرة واحدة قفل بعد كده اشتغل تاني. لا من عندك بقى يا روان، نعم. من عندك. لا من عندك يا روان، عشان انا عملت حاجات كتير لحد اه ما اوصل ينفع من عندي. للمرحلة دي. أيوة قلت من عندي. اه من عندك يا روان، ماشي. طب احنا بنقول الاكزامبل والله قلت بتاع. من عندي من عندي. ماشي يا روان، حاضر عليك. ماشي. اكزامبل تاني لو قلنا مثلا CH3، CH3، COO، NH4. ده ايه ده؟ ده صوت نيوترال ولا اسيدك؟ نيوترال. ليه بقى؟ تعال نشوفه جاي منين واحنا هنعرف ان كان نيوترال ولا لا. بس خلينا نحدد كده المكونات بتاعته. الحته اللي هي ال NH4 دي حته جايه من بيزك. فتعال نمسك كل جزء من دول. ال NH4 ده مصدره ايه؟ مصدره NH4OH. طب الحته الثانيه دي اللي هي الاسيتيت دي مصدرها ايه؟ الاسيتيت جايه من اسيتيك اسيد CH3 COOH. فالامونيوم جايه من امونيوم هيدروكسيد، وده ويك بيز، ويك بيز. طب والتانية دي جاية من ويك اسيد. يبقى ويك اسيد وويك بيز الاتنين مع بعض هيعملوا ايه؟ الاتنين مع بعض هيعملوا ايه؟ هيعملوا سولت. نوعه ايه؟ السولت اللي عندنا ده نوعه ايه؟ نيوترال. مش بنقول ويك مع ويك هيعملوا نيوترال؟ يبقى ببساطة لما انا اجيب لك سولت، انت هتعرف ازاي ان كان اسيدك ولا بيزك ولا نيوترال؟ لو لقيته اسمه ده. لو لقيته اتنين سترونج أو اتنين مش سترونج تمام. بيبقوا نيوترال أو ويك. فاهم بيبقوا نيوترال. اه ايوه بالظبط، سترونج وسترونج او ويك وويك. بس هي دي كل الفكره. تعالى بقى نرجع لموضوعنا، الموضوع كده ان شاء الله بقى سهل. فاحنا قلنا ببساطه يعني هنشوف نوع السولت اللي عندي على حسب المكونات بتاعته. فمثلا لما يقول لك البوتاسيوم نيتريت ليه نيوترال، هقول له ايه؟ ليه البوتاسيوم نيتريت نيوترال؟ نيوترال عشان الاتنين سترونج. صح، جدع. طب ليه الامونيوم اسيتيت ليه نيوترال؟ لان الاثنين ويك، جاي من اسيتيك اسيد وده ويك اسيد، وجاي من امونيوم هيدروكسيد وده ويك بيس. ليه الامونيوم كلورايد اسيدك؟ لان هو جاي من سترونج اسيد اللي هو ال HCl، وجاي من امونيوم هيدروكسيد اللي هي ويك بيس، وهكذا بقى. هجيب لك اي سولت مطلوب منك تتعرفي على المكونات بتاعته. اوكي؟
واضح؟ تمام. طيب اه تعالي كده سريعا نحل مع بعض. بصي بقى معايا وسيبك من اي حاجه تانية، خليكي في اللي انا بحله عشان بس ما يحصلش لخبطه. اول سؤال بيقول الامونيوم هيدروجين فوسفيت. تصدقني انا نطقته يعني قبل، المفترض ان انا ما انطقهوش بقى. طيب ماشي، ده اسمه ايه؟ امونيوم هيدروجين فوسفيت او امونيوم باي فوسفيت، يا ده يا ده. يبقى يا اما امونيوم هيدروجين فوسفيت يا اما امونيوم باي فوسفيت. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه لتر بي. امونيوم هيدروجين فوسفيت. صح كده، امونيوم هيدروجين فوسفيت. بيقول لك مين في دول غلط؟ incorrect. ها، مين في دول incorrect؟ ها، incorrect يعني عايزين الغلط. اول واحده كوريكت، تمام، اول واحده صح. ماشي. ايوه ماشي، انا بقول حاجه تمام. ماشي انا موافق، مش معترض. صح. اه. ثانيه دي. وتاني واحده نمبر سي. صح. تاني واحده صح. بقول ايه؟ تالت واحد، نمبر تالت سي واحده هي لتر غلط. سي اللي غلط. ليه نمبر بقى؟ سي. اه سي، هي سي صح، سي، لان هو المفترض ما يقولش الومنيوم سلفيت، يقولها ايه؟ مفترض كان يقولها هيدروجين سلفيت او باي سلفيت، يا اما يقولها هيدروجين سلفيت او الومنيوم هيدروجين باي سلفيت او هيدروجين سلفيت على طول. ماشي، لكن هو قالها سلفيت فدي غلط. طيب بعد كده بيقول لك ميتال ام بيتفاعل مع الهيدروجين فوسفيت وبيكون ام اتش تمام. بي او 4، بيكون لي ام اتش بي او 4 بي او 4. لو الميتال ده مسك مع الكلورين هيعمل ايه؟ تعال الاول كده افكرك، الهيدروجين فوسفيت الفالنس بتاعه بكام؟ هيدروجين فوسفيت الفالنس بتاعه بكام؟ احنا قلنا الفوسفوريك اسيد بيعمل لي ثلاث احتمالات. فوسفوريك اسيد بيعمل لي ثلاث احتمالات، يا اما يعمل لي فوسفيت وده الفالنس بتاعه بثلاثه فوسفيت، يا اما يعمل لي هيدروجين فوسفيت وده الفالنس بتاعه باثنين، يا اما يعمل لي داي هيدروجين فوسفيت وده الفالنس بتاعه بواحد. فاحفظي بقى ان الهيدروجين فوسفيت الفالنس بتاعه باثنين. طيب نرجع للسؤال. السؤال كان بيقول لي انا جبت ميتال ام فعلته مع الهيدروجين فوسفيت فعمل لي الفورمولا دي هيدروجين فوسفيت، يعني واحده مش اتنين، عمل لي الفورمولا دي. فاحنا من شويه عرفنا ان مجموعه الهيدروجين فوسفيت الفالنس بتاعها باثنين، يبقى اكيد الميتال ده الفالنس بتاعه بكام؟ موجب 2. طيب هو بيقول بقى لما الميتال ده يمسك مع الكلورين هيعمل لي سولت. الفورمولا بتاعته اسمها ايه او رمزها ايه؟ هنفترض مثلا الام ده اللي هو داي فالنت، يعني الفالنس بتاعه باثنين، هنفترض ان هو مغنيسيوم مثلا. فالمغنيسيوم لما يمسك مع الكلورين الفالنس بتاعه باثنين، يدي الاثنين للكلورين يبقى يدينا ام جي سي ال. يبقى المفترض الكومباوند ده يبقى اسمه ايه؟ ام سي ال 2. ام سي ال 2. ماشي، حل انت اللي جايه بقى يا اخوان. بيقول لك ماشي الكيميكال قلت. 4. بيقول لك تمام. الكروميوم سولت بيعمل الفورمولا اللي قدامي دي. انت تعرفي او تفهمي من الفورمولا دي ان تمام. الكروميوم الفالنس بتاعه بكام؟ بالثري. صح جدع، ب 3. ليه؟ لان هو لما بدل عطل النيتريت 3. صح، يبقى الكروميوم كده بوزيتيف 3. هو بيقول لك بقى لما نمسك الكروميوم ده ونعمل له رياكشن مع الاكسجين عشان يعمل لي كروميوم اوكسيد، معروف ان الاكسجين الفالنس بتاعه بكام؟ الأكسجين. اه، الاكسجين ب 2 والكروميوم ب 3. يبقى الفورمولا في الاخر تتكتب ازاي؟ سي ار 2 او 3، لان تو. احنا سي ار 2. قول سي ار. سي اي ما قلت. سي ار 2 او 3. ايوه كده صح. يبقى سي. سي ماشي جميل. بيقول لك if the chemical formula بتاعت ميتال ام سلفيت بالفورمولا اللي قدامك دي، سو الكيميكال فورمولا بتاعت الميتال فوسفيت بقى. والله ممكن من الفورمولا دي شبه السؤال اللي حليناه من شويه نعرف الفالنس بتاعت الام كده الفالنس بتاعه بكام؟ الام بكام كده من الفورمولا دي؟ 2. لا ب 3، ان هو لما بدل
عطى السلفيت 3 3 اه شعر. وخد هو 2، يبقى الام اصلا كان ب3. طيب هو عايز الام ده لما بيمسك مع الفوسفيت، معروف واحنا حافظين ان الفوسفيت ثلاثيه، يبقى ام ثلاثي فوسفيت ثلاثيه هيروحوا مع بعض، يبقى ام بي او 4. يبقى الاجابه لتر دي، ام بي او 4. طيب اللي بعده ممكن 6. تاني عشان ما فهمتش. تاني، طب بصي تعالى ناخدها في صفحه فاضيه، صفحه فاضيه كده، ممكن. ناخدها في صفحه فاضيه. تمام. بيقول ايه؟ بيقول ايه الراجل المحترم تمام. ده؟ ها، بيقول لك عندك ميتال ام كان ماسك مع السلفيت واعطاني M2SO4 باي 3. انا عندي ام ده انا مش عارف هو مين. ام مش عارف هو مين، كان ماسك مع السلفيت SO4 وعامل لي الفورمولا دي باي 3 ام باي 2. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي انت تكتشف من الفورمولا دي ان الام هنا بكام. والله انا عارف ان كل اتنين بيبدلوا مع بعض، يبقى الام في الحاله دي الفالنس بتاعها 3. ب3. بوزيتيف 3، بوزيتيف 3. طيب سؤال بقى، سؤال، لو انا خدت الام ده اللي هو ب 3 ده وفعلته مع الفوسفيت، معروف ان الفوسفيت بي او 4 الفالنس بتاعها هي كمان ب 3، يبقى انا لما اجيب الام اللي ب 3 مع الفوسفيت اللي هي ب 3 وامسكهم في بعض، يبقى ام ده ب 3 وده ب 3. يبقى 3 هتروح مع 3. بالظبط كده، يبقى ام بي او 4. يبقى في الاخر الفورمولا تمام فهمت. ام بي او 4. صح؟ ماشي، نرجع تاني. ها، بنقول ايه؟ فين احنا غرقنا. طيب اللي بعده يبقى الاجابه ام بي او 4. السؤال السادس بيقول لك which of the following إيه. formula تمثل الفوسفوريك اسيد is incorrect. عايزين الفورمولا الغلط. ثانية يا مستر، ما لسه الشاشة سودة. الشاشه ثانية السوداء أنا مش شايفة أصلا. هيظهر سودة. ماشي لسه ماشي بيحمل. ثانية بس. ماشي. بيقول لك انا عايز الفورمولا بتاعت الفوسفوريك اسيد. لا من عندك بقى روان. طيب. ظهرت كده. ها، بس يحمل. لا لسه. طب ممكن السؤال يكون عندي حاجة كده عشان ممكن يكون عندي في الكتاب. طيب بص بيقول لك ثانية. مين في دول غلط بالنسبه للفوسفوريك اسيد سولت. انت كده شايفه صح؟ تمام شايفة. طيب بيقول لك مين في دول غلط بالنسبه للفوسفوريك اسيد سولت. ثانية. ماشي. نمبر سي. نمبر سي ليه بقى؟ علشان الهيدروجين، عشان ال Na يعني عشان الهيدروجين محطوطة نايت. ثانية. طب بصي، تعالي معايا هنا شويه في مم. الصفحه الفاضيه دي. تعالي معايا في الصفحه الفاضيه. ال H3BO4 احنا قلنا النهارده ان ال H3BO4 اللي هو اسمه فوسفوريك اسيد. تمام. ماله الفوسفوريك اسيد ده؟ الفوسفوريك اسيد ده ليه 3 احتمالات في الايونيزيشن، ليه 3 احتمالات. يعني it can او it could be ionized into 3 types of ion. اول ايون ان هو يديني فوسفيت ايون BO4، نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، ده اول احتمال الفالنس بتاعه ب3 فوسفيت ايون. تاني احتمال ان هو يديني داي هيدروجين فوسفيت H2BO4 وده عليه نيجاتيف 2. ماشي. تالت احتمال ان هو تمام. يديني بيديني هيدروجين فوسفيت HBO4. 3. بي او 4، تمام بي اوفر. بي او 4 ما جيناش جنبها. تمام. خلاص، يبقى هو في احتمالات في فوسفيت ثلاثيه، وفي ممكن يفقد 2. لا انا قصدي هنا، انا عكست الترتيب، ده نيجاتيف 1 وده نيجاتيف 2، ده نيجاتيف 2. فممكن يديني يعني يفقد واحده هيدروجين ويديني H2BO4، فده يكون الفالنس بتاعه بواحد، وده يكون الفالنس بتاعه باثنين لما يفقد 2 هيدروجين. خلاص، يبقى انا عندي 3 احتمالات، ركزي لو سمحتي كل واحده الفالنس بتاعها بكام. الفوسفيت دي اسمها فوسفيت،
الفالنس بتاعها ب3. الفوسفيت ب3. الداي هيدروجين فوسفيت ب1. هيدروجين فوسفيت. اخر واحده اسمها هيدروجين فوسفيت. الهيدروجين فوسفيت بكام؟ ب2. ب2. صح كده. جميل. طيب قولي لي بقى ايه هو السؤال كان بيقول ايه؟ ببساطه السؤال كان بيقول مين في دول يعتبر غلط، مين في دول غلط. فجايب لك اول واحده بيقول لك K3PO4. K3PO4 دي صح. تاني واحده CaPO4 هي دي اللي غلط. ليه بقى يا روان هي دي اللي غلط؟ لان انت لو بدلت الفالنس صح مش هتتكتب كده، هتتكتب بطريقه تانية. يعني احنا لو عايزين نكتب الكالسيوم فوسفيت هنقول ان الكالسيوم ثنائي والفوسفيت ثلاثي، فالمفترض ممكن يبدل. هكتبه بتاع عشان اشوف انا مش شايفه. لا ما هتظهر قدامك، لسه ما ظهرتش. لا لسه مظهرتش. طيب فين بقى؟ لسه كل ده لسه ما ظهرتش. النت ده بطيء. بس لسه مظهرتش. يبقى كالسيوم. طب بصي سيبك من اللي مكتوب، تخيلي معايا كده، هو الكالسيوم الفالنس بتاعه كام؟ ثنائي. والفوسفات الفالنس بتاعها بثلاثي، فانت اه كده اكتبيهم، اكتبي الفورمولا بتاعت الكالسيوم فوسفات، وانا قلت لك الفالنس اهو. تمام. تبقى C سي اي. سي اي. 2 لا سي اي 3. F. سي اي نعم. 3. سي اي 3 بي او 4 باي 2 سي اي. احنا عملنا كيش كروس ايوه بدلنا. بالظبط بالظبط، عملنا كريس كروس وبدلنا. عملنا كريس كروس وبدلنا. يبقى الفورمولا اللي تمام. او تاني اختيار اللي هو بي ده غلط، هو كاتبها غلط، هو كاتبها غلط. طيب 7. بيقول لك which of the following compound is not a salt. حل انت بقى، انت بتحب تحل. بيقول لك مين في دول is not a salt. تمام. نوتة سولت. هي نعم. which of the following is not a salt. يعني مين في دول مش salt. احنا نوت اتفقنا. ثانية مش ماشي. سولت ال Na سولت تمام. مع الكربونات يبقى سولت. صح كده. والهيدروكسيد برضو. لا الهيدروكسيد مش بقى salt. الهيدروكسيد مش salt. لما اكتب صوديوم هيدروكسيد NaOH كده يعني بعد كل ده ال NaOH سولت يا روان يا خساره تعبي. ال NaOH سولت. صوديوم هيدروكسيد ده سولت، ده بيزك. بيزك الماده اللي عندها OH قلنا عليها بيزك، وخدنا الديفينيشن دي كتير قوي. الماده اللي بيكون عندها OH بنقول عليها ماده بيزك، يبقى ده غلط، ده مش سولت، ده ماده بيزك. صح؟ مش قلنا الكلام ده قبل كده في الديفينيشن بتاعت الاسيد والبيز؟ طيب اه 8 بيقول لك in which of the following reaction a pipette and burette are used to prepare a salt. ايه نوع الرياكشن اللي هنستخدم فيه بيبت وبيوريت عشان نحضر السولت؟ ها. هو سؤال انا شايفه ملوش لازمه قوي، سؤال ساذج، بس هو عايز ايه؟ عايز يقول لك ان البيبت دي بنستخدمها لما نكون بنتعامل مع اسيد الى حد ما يعني مش لطيفه يعني. دي حاجه. والحاجه الثانيه البيوريت لما بنعمل تايتريشن. ماشي. فبيبت بيوريت يبقى انا بدور على رياكشن تايتريشن. تايتريشن يعني اسيد وبيز، يعني انت بتدوري على التفاعل ما بين اسيد وبيز، هو دي عمليه التايتريشن. فدوري في الاختيارات مين في دول تمام. يعتبر اسيد وبيز. ها. رياكشن بوتاسيوم هيدروكسيد اسيد. هيدروكلوريك اسيد. هو ده بوتاسيوم هيدروكسيد وهيدروكلوريك اسيد يعتبر اسيد وبيز، فده نيوتراليزيشن رياكشن. طيب 9 يقول لك magnesium sulfate crystal is prepared from a reaction of dilute sulfuric acid مع excess magnesium oxide in two steps which are ايه التو ستيب اللي احنا هنعملهم. تعالى اقول لك هو بيقول ايه. يعني تعالى نقول كده بالراحه هو بيقول ايه. هو بيقول في ماده اسمها magnesium sulfate MgSO4. الماده دي بتتحرك او بتتصنع بتو ستيبس. احنا عايزين بقى الستيب الاولى بنعمل ايه، والستيب الثانيه
بنعمل ايه عشان نحضر في الاخر المادة دي؟ ستيب 2 ستيب 2 بنعمل ايه عشان في الاخر بريبير المغنيسيوم سلفيت. ها، يبقى اكيد الستيب الاولى ان احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الستيب الأولى. هنحضر السولت. طب السولت لما يتحضر بينتج عنه ايه؟ ممكن ينتج عنه ايه وهو بيتحضر؟ ممكن ينتج عنه ميه. فاهمه؟ تعالي نكتب تمام. على ورقه مم. فاضيه. تعالي نكتب على ورقه. لو انا عايز احضر مغنيسيوم سلفيت، لو انا عايز احضر الماده اللي اسمها مغنيسيوم سلفيت، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب مغنيسيوم هيدروكسيد MgOH/2 واعمل له رياكشن مع اسيد زي ال HCl. ماشي، او خليها H2SO4 عشان يطلع لي سلفيت. H2SO4 ده هيطلع لي المغنيسيوم، هياخد السلفيت يديني مغنيسيوم سلفيت. مغنيسيوم ياخد السلفيت يديني مغنيسيوم سلفيت MgSO4. هو ده السولت اللي احنا عايزين نصنعه. بلس ايه بقى الزياده؟ ايه اللي بيطلع بعد العمليه دي؟ H2O. يطلع لي H2O. H2O واضح؟ تمام. ماشي مم. جميل. H2O. طيب السؤال بقى، السولت ده هل ينفع تاخديه كده مرة واحدة؟ لا. انا اول مرحلة او الستيب اللي انا عملتها اللي فاتت دي كانت عملية نيوتراليزيشن. جبت اسيد فعلته مع بيز، صح؟ جبت اسيد عملت له رياكشن مع بيز. طب صح. الستيب الثانية بقى، انت عايزة تعملي ايه في الستيب الثانية؟ انا عايزة اتخلص من المية اللي طالعة دي. فستيب 2 انا عايز اتخلص من الميه اللي طالعه من الرياكشن ده، فاعمل عمليه ايفابوريشن. ابخر الميه اللي طالعه دي بحيث يتبقى لي السولت بس. هو ده السؤال اللي هو بيسال عليه، هو عايز السولت بس. هقول له خلاص طالما انت عايز السولت بس يبقى انت هتعمل اول حاجه نيوتراليزيشن، والخطوه اللي بعد كده ايفابوريشن. واضح؟ هم؟ تمام. ماشي، نرجع لموضوع. فالإجابة نيوتراليزيشن وإيفابوريشن. طيب السؤال اللي بعده. تمام. ماشي، بيقول لك which of the following substance are used in titration process؟ مين المواد اللي ممكن نستخدمها في عمليات التيتريشن؟ احنا قلنا التيتريشن هي عملية بنجيب فيها أسيد ونعمل له رياكشن مع بيز. أسيد وبيز يديني سولت ووتر. فأنا أجيب أسيد وبيز وأعمل لهم كيميكال رياكشن مع بعض. فمين الاختيار بقى؟ acid which is insoluble in water with base which is insoluble في الووتر. هل ده ينفع؟ الاثنين insoluble لا. ولا الاثنين soluble؟ لازم يكون الاثنين soluble والا هدوبهم في بعض ازاي، او هيعملوا chemical reaction مع بعض ازاي؟ يبقى تمام. water soluble acid مع water soluble base. ماشي، العمليه اللي قدامك دي تعتبر عمليه ايه؟ دي عمليه neutralization او titration. neutralization وtitration. أو تايتريت. اه. طب انت عرفت ازاي ان هي نيوتراليزيشن؟ تعال نكتب الرياكشن وبعد كده نتفاوض. يعني الافضل ان احنا نكتب الرياكشن. طب الرياكشن بيقول ايه؟ سلفوريك اسيد H2SO4 هيفعلوا مع مين؟ هيفعلوا مع باريوم هيدروكسيد BaOH/2. لما نبدل الباريوم هياخد سلفيت يديني باريوم سلفيت BaSO4. طب والميه والاتش هتاخد ال OH تدينا H2O. المادة دي بقى هي حاجتين، أو الرياكشن ده يعتبر حاجتين، يعتبر نيوتراليزيشن أسيد وبيز، ويعتبر في نفس الوقت بريسيبيتيشن لأن الباريوم سلفيت ده راسب. فهي نيوتراليزيشن وبريسيبيتيشن. نيوتراليزيشن وإيه؟ بريسيبيتيشن. طيب برستيشن. بريسيبيتيشن. سؤال 12 بيقول 19.2 ملي من 0.1 هيدروكلوريك أسيد ضفناهم ل 25 ملي صوديوم هيدروكسيد عشان نعمل تايتريشن. What is the R required tool عشان نميجر الفوليوم بتاع التو ليكويد accurately؟ ازاي هنقيس الفوليوم بتاع الحاجات اللي انا بستخدمها دي؟ فعليا انا بستخدم الجرادويتد سلندر عشان اقيس الفوليوم بتاع اي حاجه. لكن هنا برضو انا ممكن استخدم حاجه كمان اسمها ايه؟ البيوريت. ممكن البيوريت هي اللي تقيس لي الفوليوم اللي احنا استهلكناه. خلاص، ممكن البيوريت هي اللي تقيس لي الفوليوم تمام. اللي احنا استخدمناه.
يبقى جرادويتد سلندر وبيوريت. خلاص. او تمام. لو هو بيتكلم على قبل الرياكشن، يعني قبل الرياكشن ما يحصل وقبل الرياكشن ما ينتهي، احنا ممكن نقول مين برضو اللي ممكن يقيس لي الكمية بتاعت الليكويد؟ ممكن البيبت، ممكن يعني بيبي. ممكن مم. البيبت احيانا بتكون مدرجة يعني مرقمة، فانا هختارها بيبت على اساس ان هو بيقول الاثنين لسه بيعملوا كيميكال رياكشن لبعض او ار ادد، فانا هختار بيبت وجرادويتد سيلندر. طيب بيقول لك on placing piece of zinc in aqua solution of copper chloride، ايه اللي هيحصل؟ الزنك مور اكتف عن الكبر كلورايد، فالزنك هيعمل ريبليسمنت للكبر كلورايد. لو مش فاهم انا بقول ايه، تعال نكتب لك الرياكشن احسن. تمام يا مستر. ماشي. بيقول هيضيف مين لمين؟ حته زنك مع الكبر كلورايد، زنك مع كبر كلورايد. كور كلها. زنك مع الكبر كلورايد CuCl2. ايه اللي هيحصل؟ الزنك هيعمل ريبليسمنت للكبر فيدينا زنك كلورايد ZN Cl2 بلس الكبر هيطلع. معنى كده ان الزنك كان سوليد اتحول لزنك ايون، زنك اكوس او زنك ايون، والكبر كان ايون وتحول لكبر سوليد. خلاص. فحصل عمليه خلاص. تبديل في الايون، حصل عمليه تبديل في الايون. يبقى انا هرجع للسؤال، كان بيقول لي ايه اللي حصل في الايون، انا هقول له والله ببساطه انا كان عندي الكلورايد ايون كونسنتريشن بيزيد، ولا الكبر ايون كونسنتريشن هو اللي بيزيد، ولا الزنك ايون هي الزنك ايون، لان الزنك كانت في الاول سوليد اتحولت لزنك كلورايد. لو تفتكر الايكويشن كان عندي زنك فعلته مع كبر كلورايد وادانا كبر طلع كسوليد، والزنك كلورايد هو اللي اتكون كبرودكت. فمعنى كده ان الزنك متأين ايونايزد يعني في ايون، فالزنك هنا بقى زنك ايون، يعني الزنك كان سوليد بقى زنك ايون، معنى كده ان كميه الزنك ايون زادت. تمام. ماشي. طيب هسيبك تكمل الاسئله وباذن الله هنكمل المره الجايه. خلاص. المره الجايه اللي إن هي شاء ايه؟ الله. ان شاء الله يعني قبل الاكزام كده باذن الله. طيب ذاكري كويس وحاولي تحل اسئله كتير الفتره الجايه، وان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. ماشي يا روان. إن السلام شاء الله. عليكم وسي يو باذن تمام. الله ما المره ينفعش الجايه. حضرتك تعمل ملخص؟ ان شاء الله هحاول ان شاء يا الله. مستر. هحاول بإذن الله، هحاول إن شاء الله. تمام. ماشي. سلام عليكم. تمام. سلام.